الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة حبايبي هنعمل الفراولة زي بتاعة الكافيهات بالظبط. أنا هقطع رزق الكافيهات النهاردة، هقول لكم السر اللي بيخلي عصير الفراولة بتاعهم تقيل ولونه يجنن ومن غير نقطة لون صناعي. ليه تدفع 70 جنيه في كوباية عصير فراولة وانت بربع كيلو فراولة هنعمل شوب يرم العظم؟ تعالوا أقول لكم خلاصة الخلاصة. لو عملت العصير بالطريقة دي مفيش حد هيصدق انك عاملاه في البيت، هيحلفوا انه جاي دليفري. السر في معلقة واحدة بس موجودة في كل بيت. يلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا كيلو فراولة زي ما انتوا شايفينه كده، لازم يكون فريش وجميل. بنغسله غسلة كويسة، وبعد كده بنجيب نقطع العرش الأخضر ده، الجزء الأخضر ده منه، ونصفيه. ناخد العرش زي ما انتوا شايفين كده، ونسيب بقية الفراولة الجامدة ونحطها في طبق كده. دي أهم حاجة. وبعد ما بنكمل كل الكمية بنغسله مرة تانية عشان نشيل فيه أي رساب. انتوا عارفين بيبقى مليان رملة ومليان حشرات ومليان حاجات كده، فبنغسله وبننضفه نظافة كويسة قوي. يعني انت بتضمني النظافة بدل ما تروحي تشتريه من الكافيهات ب50 و60 جنيه الشوب. احنا هنعمله هنا بأحسن طريقة وأسهل طريقة وحاجة نظيفة، وهتشربي عيالك حاجة نظيفة. عندنا لتر مية كده، هنحط له معلقة كربونات وهنحط له معلقتين خل عشان نقتل أي ميكروبات داخلة فيه. ونحط الفراولة بتاعتنا كده بعد ما قطعنا العرش الأخضر فيها، ونغسلها غسلة نظيفة ونسيبها بتاع دقيقتين. بعد الدقيقتين بنبتدي نشيلها من المية دي ونغسلها مرتين 3 تاني. ودي نقطة مهمة جدا جدا لازم تعمليها. لازم تعقمي الفراولة بتاعتك، ولازم تضمني ان هتشربي عيالك وضيوفك حاجة نظيفة. نسيبها دقيقتين، وبعد الدقيقتين بنبتدي نصفيها ونروح نغسلها مرتين 3 تحت الحنفية على طول، عشان ننظفها من أي حاجة موجودة فيها، سواء الخل أو الكربونات الصوديوم. وبعد كده بنجيب الهاند بلندر ونبتدي نهرسها بالطريقة دي لحد ما تبقى معانا سايلة وكل الفراولة تنعم معانا. لو ما عندكيش هاند بلندر ده ممكن تعمليها في الخلاط. في الخلاط برضو بتكون أجمد أجمل وأحسن، فياريت تجربوا الطريقة دي. هي يعني بمجرد ما بتبيها بت... بتتهرس معانا وتبقى زي المية. بس بتاخد وقت، يمكن في الخلاط بتكون أسهل وأسرع، إنما بالهاند بلندر بياخد وقت معاكي شوية. بس النتيجة خرافة خرافة. طعم مفيش بعد كده، هتجربوه وهتدعولي. أخلص وأرجع لكم. كده احنا اتفرمت معانا كلها. هنيجي بعد كده نركنها على جنب، ونجيب كسرونة أو حلة ونحط فيها كوبايتين مية. كوبايتين مية حوالي يعني نص لتر أو لتر مية. هنحط فيها لتر مية، وهنحط فيها كوباية سكر. كوباية إلا ربع، يعني مش الكوباية تبقى كاملة، كوباية إلا ربع سكر. تمام كده. وبنجيب
الفراولة، وناخد نص كيس من جيل الفراولة على الكمية دي، نص الكيس، ما ناخدش الكيس كله. ونقلبه ونروح بيها على النار. وده السر اللي بيعملوه بتوع الكافيهات، وبيخلوا اللون يفضل طبيعي وتقيل. هي الطريقة دي، بناخده على النار ياخد غلوة واحدة وننزله على طول ونسيبه يبرد. بنقلبه على البارد كده، وبعد كده بنطلع بيه على البوتاجاز، ياخد غلوة واحدة على البوتاجاز وبعدين نطفي عليه. وطبعا عارفين فوائد الفراولة، والفراولة دلوقتي موجودة كتيرة في السوق ورخيصة. يا ريت تستغلوها وتعملوا العصير ده وتفرزوه لشهر رمضان. كده برد معانا العصير، هنسيبه يبرد اكتر ونضيفه على الفراولة. وكده ضفناه على الفراولة ونقلبه. عصير تقيل واخر حلاوة، هو بتاع الكافيهات. لو جربتيه هتقولي انا مش هشرب عصير فراولة تاني في الكافيهات، انا هعمله في البيت هنا وهفرزه واخليه لعيالي يشربوه، افضل واحسن من اللي هنشربه في الكافيهات. وعيالك هيتمزجوا منه قوي، لانه يعني عاملاه على في ايدك وحاجة نظيفة وغسلها غسلة نظيفة. فده يعني اللهم صل على النبي، حاجة في منتهى الحلاوة. كده ضربنا الفراولة مع الجيل اللي احنا عملناه وغليناه، وبعد كده بنروح بقى نعبيه في الكاسات بتاعتنا ونشوف السمك بتاعه عامل ازاي. الله الله الله، الريحة جميلة جدا جدا جدا. في منتهى الجمال. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا ريت لو عجبكم الفيديو، يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ودعوة حلوة منكم. ولو عندكم اي وصفة انتوا تحبوا انا اعملها لكم، يا ريت تقولوها لي. ويا ريت تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، عشان ده بيسعدني متابعتكم وكلامكم الجميل وتعليقاتكم بالصلاة على النبي، بتسعد قلبي. فيا ريت تجربوا هذه الطريقة، وأنا في انتظار صوركم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.